السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه هير بلاس انفو، القناه اللي كتعاون الطلبه المقبلين للاختبارات الكتابيه والشفويه ديال الاجازه، سواء اجازه التميز او الاجازه المهنيه. دونك في هذه لاشين غتلقاو دي فيديو كيفاش تعرفوا الاجازات المفتوحين، كيفاش ديروا الانسكريبسيون ديالكم بطريقه صحيحه، وحتى دي فيديو باش تبريباريو مزيان كونكور اكري او اورال. دونك في هذه لا فيديو هذه بالضبط غنجاوب على الاغلبيه ديال لي كيسيون والاسئله ديالكم اللي كتكرروا سواء هنا في اليوتيوب ولا في الانستغرام. وبالمناسبه الا دخلتوا لعندي الانستغرام غتلقاو واحد اللين خليته لكم في البايو، هو درايف جمعت لكم فيه بزاف ديال لي كونكور اللي راهم ديجا تحطوا في مختلف المجالات، وحتى دي كيسيون اي دي ريزومي د البريباراسيون سواء في ماركتينغ ديجيتال، لا كونطابيليتي، الفينانس. تما في انستغرام كل نهار في ستوريات كنحط لكم لاكtualité كونسيرنون لا ليسانس كو سوا ديكسيلونس ولا بروفيسيونيل، وكنجاوبكم حتى على الاسئله ديالكم. دونك ما تنساوش تابوناو تما عندي في انستغرام وحتى هنا في يوتيوب، وتفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. دونك دابا نبداو على بركه الله. نبداو باول سؤال. انا كنقرا في التكوين المهني، بغيتك تقولي لي ليسونس اللي فاتحين بليز اللي نقدر نتقبل فيهم وانا واخد دبلوم تكوين مهني. اول حاجه باش تعرفوا الاجازات اللي مفتوحين حاليا، درت ديجا فيديو في يوتيوب كنشرح لكم كيفاش تعرفوا الاجازات المفتوحين، كيفاش ندفعوا عليهم. كذلك راه كل نهار في ستوريات انستغرام تنحط لكم لاكtualité كونسيرنون لي ليسونس اللي راهم مفتوحين. هذه من ناحيه. ثاني حاجه بالنسبه انه عندك دبلوم دي تي اس، فراه من حقك تدفع كاع الاجازات، ولكن كتبقى الاختيار ديال ديك الجامعه واش كتقبل الطلبه اللي عندهم دبلوم دي تي اس او لا شحال بالنسبه ديال الطلبه اللي كتقبل اللي عندهم دبلوم ديال التكوين المهني. اغلبيه في كاع جامعات المغرب راهم كيقبلوا، يعني تقدروا تدفعوا ليهم كاملين. عافاك كنسولك انا داتا اس كونطابيليتي، بغيت نسجل في ليسونس ديكسيلونس الناظور، واش ماركتينغ ديجيتال مزيانه ليا؟ دونك اول حاجه هي بما انه عندك دبلوم دي تي اس فراه يمكن لك تدفعي كاع لي ليسونس اللي راهم مفتوحين سواء ديكسيلونس او لا الاجازات المهنيه. ثانيا عندك في الكونطابيليتي واش الماركتينغ ديجيتال مزيان ليك؟ هذا السؤال ما نقدرش نجاوبك عليه حيت انا ما كنعرفكش وما كنعرفش شنو المواد اللي انت كتقراي فيهم مزيان وشنو التخصص اللي باغا تكملي فيه. اما الا كان السؤال كونسيرنون الماركتينغ ديجيتال فيه تخصص مزيان بزاف لكاع الطلبه اللي باغيين كيف ما كنقولوا يركبوا على الموجه، حيت الماركتينغ ديجيتال اليوم ولا حاجه اللي اساسيه بزاف وكاين بزاف فرص الشغل في هذا المجال سواء في المغرب او خارج المغرب، فكيبقى تخصص اللي هو مزيان. ولكن الا انت كنتي كتميلي اكثر للتخصص ديال لا كونطابيليتي والفينانس فتقدري ما تادابطيش مع الماركتينغ ديجيتال، ولكن انت مستعده انك تنفتحي لا تخصص جديد وتقراي مجال جديد، فكتبقى تخصص زوين. او سورتو هذا الماركتينغ ديجيتال داتا اناليتيكس اللي كاين في الناظور كتبقى تجربه زوينه بزاف، الدراسه فيها بمستوى طالع، عندكم ديبارتمون ديالكم بوحديتكم كتقراو فيه، يعني بزاف ديال الحوايج اللي زوينين. وكاينين كذلك السلبيات والايجابيات، هذه حاجه طبيعيه في كاع الجامعات. واش كاين شي ليسونس بلا كونكور؟ كاينين اجازات اللي كدوز ليهم بلا كونكور. اولا ليسونس فوندامونتال وهذه راه معروفه. ثانيا كاينه ليسونس ديكسيلونس اللي ما تيكونش فيها كونكور، ولكن ماشي ما فيهاش مره، اما تيكون غير كونكور اكري وما تيكونش اورال، وهذه هي الاغلبيه. بالنسبه لباقي الجامعات راه تيكون كونكور اكري وحتى اورال، ولكن كيف ما قلت لكم قبل كاين اللي تيكون فيها غير الاكري وما فيهاش الاورال. شحال كان سوي ليسونس ديال مكناس العام اللي فات؟ بالنسبه للسوي اغلبيه ديال الجامعات كيحتفظوا بهم لراسهم، يعني ما تيخرجوش يقولوا لك شحال سوي باش هما كيقبلوا. شحال العام اللي فات ديال مكناس بالضبط راه ما كانوش قايلين شحال سوي، وفاش مشينا حنا باش نعرفوا شحال سوي ايتترا ما قالوهاش لينا. تيقول لك بلي هما عندهم واحد البورسونتاج ديال بعدا لي ديبلوم اللي غيتقبلوا، مثلا شحال البورسونتاج ديال الطلبه اللي عندهم بي تي اس يتقبلوا، الطلبه اللي عندهم دي تي اس يتقبلوا ايتترا، وهذا الشيء كتبقى معلومات خاصه كتحتفظ بهم الجامعه وما كتشاركهمش مع الطلبه. وكذلك بالنسبه للسوي. وكاينين جامعات اخرى بحال ديال مراكش هذا العام حاطه الكريتير فيه كاع التفاصيل، حتى كيفاش غادي يحسبوا لك نقطتك باش تقبل ولا ما تقبلش، يعني كتبقى على حسب الجامعات واش كيشاركوا هذه المعلومات او لا ما كيشاركوهاش مع الطلبه. بغيت نبدا البريباراسيون ديال ليسونس ولكن ما عرفتش باش نبدا وشنو غادي نبريباري. هذا هو السؤال حتى هو اللي كيتعاود بزاف وكاع الطلبه كيوحلوا فيه. بالنسبه للبريباراسيون كتكون على شكل تاني. اولا كنبداو بالبريباراسيون ديال الكونكور اكري. الكونكور اكري في حالتين، اما تيكون كو سي ام او لا تكون ديسيرتاسيون. الا كان كو سي ام فكتشوف شنو هو المجال اللي بغيتي تدوز فيه، مثلا غدوز ماركتينغ ديجيتال، خذ على بالك بلي راك غادي تدوز مثلا الا كانت هذيك التخصص اللي غتدفع عليه داخل في الديبارتمون سيونس ايكونوميك، فراه في الكو سي ام غادي تدوز ماركتينغ ديجيتال، ماركتينغ استراتيجيك، ماركتينغ اوبيراسيونيل، المانجمنت والفينانس كونطابيليتي. كيحطوا اسئله متنوعه كامله باش غالبيه تكون واحد تكافؤ الفرص ما بين مختلف التخصصات. اما الا كان كونكور اكري فورم ديسيرتاسيون فهنا كتمشي تقرا لاكtualité، هذا هو السر. كتقرا لاكtualité وكتربطها بداك التخصص اللي بغيتي تدفعي ليه. اورال بكل بساطه كتدرب على انه تبريزونتي راسك، تبريزونتي التخصص اللي كنتي كتقرا فيه، لي ستاج اللي راك درتي ولي زيكسبيريونس بروفيسيونيل اللي عندك، وكذلك تعرفوا تهضروا على التخصص اللي باغيين اللي نتوما دفعتوا ليه باغيين تكملوا فيه، وكذلك تعرفوا تهضروا على ستاج بي اف او اللي كنتو دوزتو. في اخر لونتروتيان اورال كيسولوكم واحد السؤال ولا جوج بخصوص هذيك لا فيليير اللي دفعتوا ليها. هذا سؤال مهم بزاف، كيفاش كيخص تكون لا دوموند مانuscrite ادريسي او ديريكتور اللي كتطلبوا في الدوسي.
دونك هذيك لا دوموند اولا تتكون مكتوبه باليد مانويل وكتصيفطوها للديريكتور. يعني كتمشيو تقلبوا على سميت الديريكتور. من الافضل ما تكتبوش غير مسيو لو ديريكتور، ولكن تكون حسن بزاف الا عرفتوا السميه ديال الديريكتور ديال هذيك لا فاكولتي. من بعد كتسكانيوها وكتحطوها في الدوسي ديالكم عادي. شنو كتكتبوا فيها؟ انا غنعطيكم بزاف الامثله هنا، ولكن الاغلبيه كتبريزونطيو براسكم شكون نتوما، شنو هما لي ديبلوم اللي عندكم الى اخره، وشنو التخصص اللي بغيتي تدفع ليه وعلاش بغيتي تدفع ليه. صافي هذا الشيء اللي خاص يكون، يعني ما تكونش طويله بزاف، تكون مختصره. سي كوا لا ديفيرونس اونتر اون ليسونس فوندامونتال اي بروفيسيونيل في الافاق؟ بالنسبه بعدا الفرق اللي بيناتهم بجوج هو في الفوندامونتال ديما كتقراو اون جينيرال، اما في ليسونس بروفيسيونيل اولا في ليسونس ديكسيلونس فكتقراو متخصصين، يعني لا سبيسياليزاسيون. هذه دو 1 دو 2 راه ليسونس بروفيسيونيل ولاو فيها دي فيليير اللي راهم جداد وعليهم طلب في سوق الشغل. اما ليسونس فوندامونتال فكتلقى فيها الاغلبيه هذوك لي فيليير اللي راهم معروفين وكلشي كيديرهم، ولكن الا بغيتو الجديد وبغيتو تقراو على شي حاجه اللي عليها طلب في سوق الشغل حاليا اولا في المستقبل فاغلبيه غتلقاوها في ليسونس بروفيسيونيل اولا في ليسونس ديكسيلونس وما غتلقاوهاش في الفوندامونتال. Ou trouver les exemples des concours et est-ce qu'on est préparé sans accéder à un centre. Donc جوج الحوايج مفيدين بزاف. اول حاجه راني جمعت لكم لي كونكور اللي راهم ديجا تحطوا في مختلف المجالات، وحتى دي ريزومي دي كيسيون اي دي دوكيمون دو بريباراسيون في مختلف المجالات. هادشي كامل غتلقاوه في اللين اللي خليته لكم هنا، راه درايف مجموعين فيه كلشي. دونك هذه الناحيه الاولى اللي حيدتوها عليكم وقت طويل ديال لي ريشيرش، هانتوما حيدتها عليكم بكل سهوله وفابور. ثانيا باش تبريباريو لي كونكور ايكري تما غتلقاو تيوريك، ولكن الكونكور ايكري تيكون اما ديسيرتاسيون اما كو سي ام. الكو سي ام هذاك الدرايف غيعاونكم، اما الديسيرتاسيون فخاصكم تقراو لي سوجي داكtualité، وهذه حاجه سهله ماشي شي حاجه اللي صعيبه بزاف. غتشوفوا لي سوجي داكtualité خصوصا كل ما كيخص لا تكنولوجيا الانتيليجنس ارتيفيسيال الى اخره، وتربطوه بهذيك لا فيليير ولا هذاك التخصص اللي غادي تدفعوا ليها ولا اللي غدوزوا فيه الكونكور. اما بالنسبه للاوغال فما عليكم غير تبريزونطيو راسكم بطريقه اللي مزيانه بلا ستريس، وتعرفوا تهضروا مزيان على لي زيكسبيريونس بروفيسيونيل ديالكم، تعرفوا تهضروا مزيان على ستاج بي اف او، شنو لوبجيكتيف ديالكم وعلاش بغيتو تكملوا في هذاك التخصص. بحال هكا غتكون بريباريتيو مزيان، حيدوا عليكم ستريس، حيدوا عليكم الخلعه، حاولوا دوزوا في الاغلبيه ديال الاجازات اللي تقبلتوا فيها سيروا دوزوا لي كونكور. اي فينالمون ما عليا غنقول لكم بالتوفيق. بالنسبه اللي عندهم دي تي اس واش بصح خاص ضروري فوق 16 لا بغاو يدوزوا ليسونس بروفيسيونيل؟ لا ماشي بصح، يمكن يكون عندك النقطه فوق 13 يعني 13 الفوق كتبدا تدفع، ما كتكونش خايف بزاف، يعني تقدر تقبل ب 13 ب 14 ب 15 وب 16، وتقدر ما تقبلش حتى ب 16 باش تكونوا عارفين هذه القضيه. يعني النقطه ديال الدبلوم راه ما كتاثرش واحد التاثير كبير بزاف على انك تقبل ولا ما تقبلش. انا عندي ديبلوم 16 وما تقبلتش في مره في ليسونس ديكسيلونس اللي كانت في كلاس ماركتينغ ديجيتال، ما دوزتش اصلا ليكري ولا لوغال من لا بري سيليكسيون ما تهزيتش. علاش؟ كاينين شي حوايج، كاين اولا البورسونتاج، يعني كل جامعه كيحطوا بورسونتاج ديال لي ديبلوم اللي غيقبلوا. صحاب دي تي اس غادي يقبلوا بواحد النسبه، يعني هما تيكون عندهم واحد البورسونتاج خاص ما تيشاركوش مع الطلبه. ثاني حاجه على حساب لو سي عاوتاني ما كيشاركوش مع الطلبه، يعني من النقطه ديال 13 الفوق في الدبلوم دي تي اس تقدروا تبداو تدفعوا، ونتمنى لكم التوفيق. هادشي اللي كاين في هاد لا فيديو. الا كان باقي عندكم شي سؤال اخر اولا شي استفسار ما تنساوش تخليوه ليا هنايا في لي كومونتير، راني كنجاوب على الاغلبيه ديال لي كومونتير اللي كتخليوها ليا، وحتى دخلوا عندي الانستغرام وصيفطوا لي ميساج، راني كنجاوب على داكشي اللي قديت عليه. وابتداء من لي فيديو اللي جايين غادي نبداو نيشان بريباراسيون ديال لي كونكور اللي تحطوا العام اللي فات، لي كونكور ايكري. وكيف ما صوتوا في ستوري اللي حطيت لكم في انستغرام بغيتو نبداو بلي كونكور سو فورم دو كو سي ام. دونك هادشي اللي كاين، بون كوراج.